السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في قناة يلا كورة. تصريحات خطيرة من مدرب الوداد المغربي بعد خسارة البطولة أمام النادي الأهلي، ويتغنى بهذا اللاعب ويطلب من الإدارة التعاقد معه. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت من محب النادي الأهلي اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. صرح المدير الفني للوداد المغربي في مؤتمر صحفي نقلته جريدة المنتخب المغربية، قال فيه: لقد خضنا مباراتين هم الأصعب على مدار مشواري مع الفريق، فالنادي الأهلي كبير أفريقيا ولديه القدرة على مواجهة أكبر الفرق في العالم، ولقد شاهدنا ذلك في مشواره في كأس العالم للأندية، وكانت شرف لفريق الوداد الصمود أمام الأهلي واللعب بهذا الأداء وتقليل فارق في الأهداف لهذا الحد. نعم، خسرنا بطولة مهمة للفريق ولي أنا شخصيا، ولكن هذا هو النادي الأهلي. وقال أيضا: لقد لفت انتباه اللاعب مروان عطية، فهو رغم صغر سنه إلا أن لديه مهارات وخبرات كبيرة. وقال: هناك أيضا حسين الشحات وبيرسي تاو، لاعبان يملكان مهارات أوروبية، وفريق الوداد في حاجة إلى التعاقد مع مثل هؤلاء اللاعبين حتى يستطيع المنافسة على البطولات القادمة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا لكم.